إخوان الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه نصيحة كاع الناس اللي كينشروا الإشاعات والكذب وعدم التثبت من الأخبار وكيبداو ينشروها. نصيحة لأنكم كتفقدوا المصداقية ديالكم. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله من الصادقين. شنو اللي مراه؟ وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله من الكاذبين. فلذلك الإخوان، هادو اللي كينشروا دابا الإشاعات والأخبار الزائفة وما كيتثبتوش، المهم هما الغرض ديالهم هو البوز، والغرض ديالهم هو جلب المشاهدات، والغرض ديالهم هو الصفحة أو القناة أو باش يطلعوا ولو يكذب. يعني ما عندوش مشكل، هو عنده الكذب. أسهل حاجة هي الكذب، وهو الكذب بئس يعني الخصلة أن يكون إنسان كذاب يكذب يدلس على الناس. فقبل ما تنشر الأخبار الكاذبة وتبقى تقول لا راه غادي يكون ولا حقا كاينة، ولا تأكد لابد من التثبت من الخبر عاد نشره. أما تبقى تكذب وتفتري على الناس وتبقى تنشر الأخبار الكاذبة باش تخوف الناس أو باش تشكك الناس، حشومة. يعني الإنسان الحمد لله دير واحد الصفحة أو قناة مزيان كينشر فيها الأشياء الطيبة، ولكن تكذب، تبقى تنشر أخبار كاذبة وتبقى تنشر الإشاعات، شنو؟ فلا بد من التحري، لأنك غتفقد المصداقية ديك. ملي تبقى تكذب بزاف مصداقية صافي كتمشي، ما كتبقاش عندك واحد المصداقية، ما كيبقاوش الناس كيصدقوك، ولو أنك تجي تقول الحق ما غيصدقوكش. دابا ملي كتبقى تكذب اليوم وغدا يجرب عليك الناس الكذب، من بعد واخا تقول الحقيقة حتى واحد ما غادي يصدقك، لأن صافي الناس اعتادوا على الكذب ديالك، اعتادوا أن أخبار التي تنقلها كلها كذب، اعتادوا على أن داكشي اللي كتجيبه في الصفحة أو القناة كله كذب. إذن لماذا سيصدقون هذه الأخبار؟ فلا بد للإنسان ألا يعني الإنسان خاصو ينشر واحد الحاجة بعد التثبت، وخاصو يتحرى الصدق الإخوان في نشر الأخبار، في نشر الأحداث، في سرد يعني أي حدث أو أي خبر. خاصك تحرى الصدق باش ما تفتريش على الناس، باش ما تكذبش على الناس، باش ما تظلمش الناس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.